نعم، فقط عن طريق الأغذية. تقريبا 90% تأتي عبر الأغذية، قليل يأتي عبر الأشعة وعبر ما نستنشقه، لكن 90% تقريبا عبر الأغذية. فيعني لقد سبق أن تكلمنا عن الرجوع إلى نظام غذائي سليم وتناول الأشياء طبيعية. فإذا تجنب الناس كثرة اللحوم يا سيدتي، إذا تجنب الناس كثرة اللحوم، وإذا تناولوا لحوم جيدة مثل الأسماك والسمك البلدي ولحوم الإبل، يعني يبقى الدجاج الرومي والبيض الرومي والبيض الرومي ليست من الأكل الطبيعي، وليست من الأكل الذي عهده الناس. هذه لا نتكلم عنها، نحن نتكلم عن أكل طبيعي. إذا تجنب الناس كثرة اللحوم، يعني بمعنى أن لا يأكلوا اللحم كل يوم، بمعنى أن يأكلوا لحم مرة في الأسبوع، وأن يأكلوا لحم جيد، سمك أو دجاج بلدي أو إبل أو حتى بقر وغنم، يعني ما في مشكلة، لكن مرة في الأسبوع. وإذا كان هذا اللحم يطبخ بزيت الزيتون ولا يطبخ بزيت المائدة وأن لا يشوى ما يتقلاش. وإذا يعني امتنع الناس عن استهلاك المقليات، الدنجال والفلفلة والفريت وهذه الأشياء اللي مشوية في زيت. وإذا امتنع الناس عن الطبخ في الطفل والألمنيوم. وإذا امتنع الناس عن الطبخ في فرن الغاز، يعني فرن الغاز كذلك يسبب أخطار. وإذا امتنع الناس عن تناول الحلويات والسكريات وتناول المشروبات الغازية والتدخين والكحول، وطبعا لن يصاب الناس بسرطان، لا يمكن أن يصاب الناس بسرطان. فقط نضيف يعني الأغذية نعم، ولكن نضيف بالنسبة للنساء إذا امتنعوا عن تناول حبوب منع الحمل فلا أظن أن يكون هناك مشكل. والآن نساء انظري يا سيدتي، زيت المائدة، يعني زيوت الحبوب، زيت المائدة والمارغرين يتسببان في مشاكل عدم ضبط عند التيرويد. فالمشكل ديال الغدة الدرقية عند النساء قد يصيبها خلل إذا استهلكت النساء زيت المائدة والمارغرين، وكذلك كل الأشياء التي يعني تطبخ في هذه المكونات. وهي الآن الأمريكيون نشروها على شبكة الإنترنت. الآن هي معروف أن كل الأمراض تأتي من الخلل في الغدة الدرقية، والمغرب فيه خلل في الغدة الدرقية عند كثير من النساء. فيجب على النساء أن يمتنعن عن تناول حبوب منع الحمل، وأن يمتنعن عن تناول زيوت مائدة والمارغرينات، وعن تناول الحلويات، وعن عدم استهلاك يعني هذا الطلاء وهذه الكريمات للوجه، يعني الإكران هي فيها هرمونات كذلك. وأن لا يكون التصبين بمساحق، خصوص ثياب داخلية لا تصببن بمساحق. لا أظن أنه سيكون هناك خطر. فيمكننا أن نتجنب يعني الإصابة بهذا الداء، خصوص السرطان. الآن أصبح السرطان يعني أطفال صغار، يعني منذ سنتين، طفل عنده سنتين وعنده سرطان، ليس 6 سنوات، سنتين الآن، سنتين سرطان، يعني وربما يكون أقل ويكون لديه سرطان، وهذا شيء خطير. فيجب أن ننتبه للمعلبات، لأواني الطبخ، لزيوت الطبخ، لطريقة الطبخ، فرن الغاز، يعني نوع اللحم نوع اللحم، وكذلك كمية استهلاك اللحم، يعني التردد هل مرة أو مرتين في الأسبوع فقط أم صباح مساء. هناك من يأكل اللحم 3 مرات في اليوم، هذا شخص يعني مريض، المرض دياله سيظهر يوما ما. فهذه أشياء يعني ننصح بها. وهناك كثير من الناس يعني رجعوا عبر الأشرطة، يعني التي رأوا بعض المحاضرات، سمعوا بعض المحاضرات، رجعوا لهذا النظام، وهم الآن يعني يشهدون. هناك شهادات كثيرة لكثير من الناس يقولون بأنهم الآن يعيشون الحمد لله بسلام في إطار هذا النظام الغذائي السليم، وفي تجنب هذه المصنعات وكثرة يعني كثرة المضافات الغذائية وكثرة الكيماويات مما حول الأغذية أو حتى حول الإنسان. حتى الفراش ديالو لازم يكون من الأحسن يكون من صوف أو قطن، يكون أحسن. وطبعا هذه هي الحل الوحيد والطريق الوحيد الذي يمكن أن يجنبنا هذه الويلات، يعني ويلات سرطان، وليس سرطان فقط، هناك التهاب الكبد السي، وهناك الأمعاء والمعدة، وهناك القلب والشرايين، وهناك الحساسية وأشياء كثيرة، يعني ليس سرطان فقط. .com خير خلق الله